اتسحر ايه في رمضان؟ السحور مهم جدا زي وجبة الفطار، وكمان اهم لان هو ده اللي هيخليني اكمل تاني يوم من الصيام من غير ما احس بتعب ولا ارهاق. وجبة السحور دي هي اللي بتديني كل الطاقة ان انا اكمل. مهم قوي ان احنا ما ناكلش في وجبة السحور اكل مقلي زي البطاطس المقلية والطعمية والجانك فود، علشان الاكل ده بيبقى مليان دهون ومليان املاح، فبالتالي هيخلينا تاني يوم في الصيام ان احنا تعبانين جدا ونحس بتعب وارهاق ومعدتنا تعبانة، وكمان هنعطش قوي. لازم ندخل في وجبة السحور الاكل اللي هو بيفضل في جسمنا فترة طويلة، ما يتهضمش بسرعة عشان يحسسنا بشبع فترة اطول، وعشان يدينا طاقة اعلى، زي النشويات المعقدة او اللي فيها الياف عاليه زي توست الحبوب الكامله او العيش البراون او الشوفان. ولازم ندخل بروتينات زي الفول، زي الجبنه القريش والجبن عموما، بس نتجنب الجبن الصفراء اللي هي بيكون فيها دهون عاليه. ممكن كمان ندخل بيض مسلوق او بيض بالخضار، بس طبعا من غير زيت او سمنه. لازم ندخل خضار عشان نعوض نقص الفيتامينز اللي حصل في فتره الصوم الطويله، وعلشان هو بيدينا ترطيب عالي كمان. لازم ندخل دهون وما ننساهاش، ممكن نحط زيت زيتون على الفول او على الجبنه القريش، وممكن كمان نقطع خضار على الجبنه القريش او على الفول. وطبعا ما ننساش الزبادي. وعلشان نعرف ايه الاكل اللي احنا نتجنبه في السحور، تابعوني الفيديو الجاي.